أصدقائي أحباء في الله، نبدأ الفيديو بتاعنا بالصلاة على الحبيب. الفيديو ده النهاردة صغير كده في السريع. فايدة الخميرة، الإقراص أو الخميرة الأكياس أو أيا كان نوع الخميرة في زيادة حجم الزغلول. دي خميرة بشري من الصيدلية لزيادة الوزن. سعرها مش مكمل 14 جنيه 15 جنيه في الوقت الحالي اللي احنا فيه ده. أنا بزود بيها الزغاليل. يعني مثلا أنا عندي عمر الزغاليل دي كده، الأربع زغاليل دول طالعين مع بعض عمرهم 10 أيام. امسك الزغلول، هي العلبة فيها ايه 20 قرص. امسك الزغلول اقسم اجيب قرص من العلبة اقسمه نصين اهو. بس بعد ما اكون اهاليهم اكلتهم، ما ينفعش اديهم قبل ما اهاليهم تاكلهم اهو. في البق مباشر كده، اسيب الزغلول يبلعه وهساعده بس ان هو اهو. ادي اول قرص، ادي اول نص قرص. هنجيب اخوه نفس النظام، يفتح بقه كده، نديله القرص وهو يبلعه لوحده اهو. سبته بلعه اهو. اتأكد بس ان هو بلعه اهو. كده اول زغلولين. قرص تاني لمدة 3 ايام. يعني انا هدي الاقراص زيادة الخميرة دي. طبعا الخميرة فوائدها جميلة جدا للزغاليل، بتزود وزن الزغلول، بخلي وزن الزغلول حاجة تاني. يعني بصراحة الله اكبر. في فيديو على القناة لاستخدام فايدة الخميرة الاكياس. نعمل فيديو كده صغير على القناة عندي لاستخدام طريقة الخميرة للحمام كله عامة، مش للزغاليل بس، لأن الخميرة بتنشط البكتيريا النافعة عند الحمام، ومفيدة جدا لرفع المناعة في الفصل اللي احنا فيه اهو. ودينا الأربع زغاليل اهي. ادي اسم الخميرة اهي من الصيدلية، عشان في أصدقاء بيقولوا لي ما مش شايفين الاسم كويس اهو. ب14 جنيه بالظبط، فيها 20 قرص. يعني أنا بستخدمها بس للزغاليل الصغيرة، الأقراص اللي زي كده عشان أزود حجم الزغاليل. لكن بدي أحيانا أكياس خميرة، سواء أكياس خميرة الكبيرة أو الخميرة اللي هي بتاعة الخبازين. في فيديو على القناة أنا عامله بيشرح ازاي نستخدم الخميرة للحمام كله عامة. وده كان فيديو النهاردة، وريت نصلي على رسول الله في الفيديو. واللي مشتركش في القناة يشترك في القناة وتدوس لايك. ويا رب أكون أكون في التوك. شكرا.